السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مرات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الطحينة بطريقة سهلة جدا. معانا رشة ملح، كوبايتين من السمسم الني، كوباية زيت. لو حابين نستخدم كوباية محمصة وكوباية نية مفيش مشكلة. اول حاجة حطينا طاسة تسخن على النار. انا مش هحمصه، انا بس هسخنه على النار عشان الرطوبة تطلع منه. طبعا مهدين النار مع التقليب المستمر، ما بياخدش وقت خالص، مفيش دقيقة وبيخلص معانا. اذكروا الله وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا الطحينة احنا ما نقدرش نستغنى عنها، وخصوصا في رمضان جنب المشاوي وجنب الفول. ان شاء الله هنعمل فول المدمس مع بعض، طريقته سهلة جدا. فول بالطحينة بقى وجماله. زي ما انتم شايفين بقلبها بالشكل ده. احنا طبعا ممكن نضيف اضافات تانية، ممكن نضيف نص كوباية من الدقيق لو عايزين الكمية اكبر معانا. ممكن نحط معلقتين فول سوداني، بس انا النهاردة عاملاها بس بالسمسم والزيت. عايزة احس كده بطعم الطحينة. في المحلات طبعا بيحطوا دقيق وكده عشان الكمية تبقى كبيرة. خلاص سخناها بالشكل ده، طلعنا الرطوبة منها. زي ما انتم شايفين انا مش محمصاها، مش مغمقة اللون. حطينا كده في كبة الخلاط، هنفرمه بالشكل ده. ما شاء الله خلص معانا. ريحة السمسم تحفة. ربع كيلو او 8 كيلو يطلعوا معانا كمية حلوة ما شاء الله. ممكن طبعا نزود الكمية ونخليها عندنا في التلاجة. خلاص كده فرمت الكمية كلها، نزلت عليها برشة الملح. معانا بقى شفشق الخلاط، هنزل كده بكمية السمسم بالشكل ده. دي الطريقة الأصلية للطحينة. الإضافات التانية دي زيادة، يعني لو حابة تحطي دقيق، فول سوداني. سبت كده معلقتين زيت، هنشوف القوام الأول. بالشكل ده بنضربها في الخلاط. حبايبي متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. هنزل كده ببقية الكمية. ما شاء الله تحفة، لونها وقوامها جميلة جدا. وطبعا كل ما بتقعد معانا بتتقل. هنزل طبعا بمعلقتين الزيت اللي معانا. هنضربها كويس لغاية ما تنعم. بنزل الجوانب من الخلاط عشان كلها تبقى قوام واحد. وبكده خلصت معانا احلى طحينة. بجد طريقتها سهلة جدا. انتي لو حابة تخلي اللون غامق بتحمصي السمسم اكتر من كده، مش عارفة ليه طالع معايا حمص. السمسم. بس لونها كده جميل جدا ما شاء الله. طلعت معانا كمية كبيرة. يا رب تجربوها تعجبكم، وصفة سهلة جدا. حبيبي المسوش اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.